السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة تعليم سياقة آلة الرافعة الشوكية مع الكاريس ياسين. في هذا الدرس غنتعرفوا على خطأ قاتل، وهو ملي كيخرج الكاريس الحمولة كيخلي الكلاك في نفس الشكل باش خرج وكيمشي بها. الغلط اللي دار هاد الكاريس وهو بقى غادي والحمولة خلاها في الأعلى. اللي وقع وهو الكلاك فقد التوازن ديالو وبالتالي تقلب الأمام. نشوفوا الفيديو ونتعرفوا على الأخطاء مع التصحيح. كيف شفتي؟ هنا كاينين جوج ديال الاخطاء. هاد الكاريز دخل رفع الحموله من الاعلى وخرج مشاريان حتى لهنا صحيح. في هاد اللحظه كان عليه يهبط الحموله للارض بينها وبين الارض ب20 سنتيم، عاد يدور في الاتجاه اللي باغي ويكمل طريقه. الحدث اللي كان ممكن يوقع بنسبه 90% هو الحموله باقا في السماء وقلب الرويض ودار. هنا ربي معاه حيث التوازن تفقد في هاد الدوره. لحسن الحظ ما تقلبش الكلاك للجن، كان غيكون حادث مميت والسائق ما دايرش حزام الامان بكل تاكيد. هذه الاخطاء قاتله والسائق غالبا ما عرفش. هذا علاش كنأكد على شهاده كاسيس والتعليم المستمر في الكاسيس. هذا جهل في سياقه آلة الرافعه الشوكيه، والنتيجه كتكون الاصابات الخطيره والموت بسبب نقص التعليم والخبره. الخطأ الثاني، فاش قاد الرويض وجاي نيشان تاني ما نزلش الحموله للارض ومشى بها هكاك. كذلك الثقل بقى الفوق اللي خلى الكلاك يفقد التوازن وتم الانقلاب للامام. هذيك الحموله اللي انت هاز الا ما عرفتيش تتعامل معها غتكون هي السبب في موتك. هذا الشيء خطير الا ما كنتيش واعي بالتعليم في الكاسيس. مع تخرج الحموله للارض هبط لي فورج للارض ب20 سنتيم، عاد دور في الاتجاه اللي انت باغي الا بغيتي تحافظ على حمولتك وعلى حياتك. معلومة مهمة، لا تنسى السياقة بالرجوع للخلف لأنها آمنة 100%. غنقول لك علاش، لأنها تقول عند الكلاك من الوراء. لو كان هاد الكاريس عنده هاد المعلومة ديال السياقة بالرجوع للخلف، واخا بقى هاز الحمولة الأعلى وكان جاي مع شاريال ما كانش غيتقلب الكلاك، لأنه جاي مع الثقل في نفس الخط. كان غيبقى الكلاك شاد راسو. كنأكد ليك لهذا تجنب هاد الخطأ المميت وكتسبب في إصابتك وفي طردك من العمل. صابر على التعليم المستمر في الكاسيس باش تكون سائق ماهر ومحترف وصاحب خبرة. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. ما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشترك في القناة الا مازال ما اشتركتيش، واللي عنده اي سؤال يخليه لي في التعليق ولا يتواصل معايا عبر صفحة الفيسبوك. ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.